Let's watching. ترى Hi my glowies. مبدئيا don't forget to hit like and subscribe. بص، النهاردة أنا شعري في أسوأ حالاته. عارفين يعني إيه في أسوأ حالاته؟ في أسوأ حالاته. النهاردة هوريكم، يعني هيبقى فيديو هير كير بسيط كده نشوف فيه ازاي لما الشعر يبقى في أسوأ حالاته ميتغسلش بقاله فترة بصلحه ازاي أو بعالجه ازاي وبخليه صحي من الجذور لحد الأطراف، وازاي بستخدم منتجات ايه، وكل ده هنعرفه النهارده في فيديو النهارده. اول حاجه اكيد هغير، لبست حاجه ينفع اعوزها عادي عشان لو اتبهدلت او كده يبقى عادي. انا ناسي حاجه، شعري المتبهدل ده لازم يتفك. فكينا شعري المتبهدل وهنبدأ أول حاجة هنعملها في شعري، وعلى فكرة دي ستيب مهمة جدا. تعالوا نشوف ايه هي. الستيب المهمة جدا اللي كلنا بننساها ان احنا لازم نرطب شعرنا كويس قبل ما نعمل اي حاجة، حتى لو هنحط حمام كريم عادي او هير ماسك على حسب، كل دي مسميات، المهم ان هما نفس الحاجة. وانا برطبه بخلطة الزيوت دي كنت جايباها لما روحت دبي، بس انتوا رطبوه بالسيرم بتاعكم او اي حاجة عادي جدا. ده طبعا قبل خطوة الهير ماسك. وطبعا الزيت ده مش هحطه لان احنا هنحط صدر، فمش عايزة اخلي فيه طرمات على الفروة بتاعتي. الزيت ده هنحطه مع الصدر لكن مش قبل الصدر. الصينيه اللي وريتها لكم دي تقريبا هي بس اللي هنستخدمها لان احنا هنحتاج صدر ومشاط. ومش قادره اقول لكم ان انا دايما بثق في نان توكسي روكسي. ازاي نان توكسي روكسي بجد بيجي تحفه وكله بتصدر من السعوديه، فدايما اصلي بجيب منها الصدر والمشاط وحاجات تانية كتير. ادخلوا تابعوها واعملوا لها فولو عشان هتستفادوا كتير قوي. اسمها نان توكسي روكسي، بيجي تحفه. المهم هتبداوا تحطوا من الصدر على شعركم. احنا بنحطه على فروة الراس بس، تحطوا على حسب شعركم. يعني انا حطيت تقريبا من معلقه الصغيره الغريبه دي 4 معالق تقريبا يعني. وابدا احط الميه بالتدريج سامعني. اكيد هوريكم القوام بعد ما القوام يتظبط، بس دلوقتي انا بحط الميه بالتدريج زي ما قلت لكم. وعادي ان هو يعمل معاكم المنظر ده اللي هو يدخل جوه الميه ويطلع باودر برضو، ده عادي. ما هو انا بتزوده على طول ميه. هتلاقوا الحته دي انا طولت فيها شويه عشان افهمكم البروسيس حاجه واحده، لان في المشاط انا مش هطول لان انتوا خلاص هتكونوا فهمتوا او وصل لكم المعلومه. وفوائد الصدر اصلا فظيعه. هو كده لو جبتوه من نون توكسي روكسي هيبقى نقي 100%، ودايما هيبقى مفهوش شوائب. هو اصلا بينقي فروة الراس من الدهون بقى والفطريات والقشرة والاكزيما، وبيزود لمعان الشعر، وبيعالج تساقط الشعر، وبيعالج فراغات الشعر، وبيكثف ويطول الشعر والحواجب. ده غير بقى فوائده للبشرة والجسم. انا اصلا باخده معايا الشاور عشان احطه على جسمي واغسل بيه وشي. بينظف البشرة والجسم بدهون الزايدة والميكروبات، وبيعالج حب الشباب وآثاره في الوش والظهر والكتفين، وبيوحد وبيفتح لون الجلد. ده غير بقى ان هو بيشيل طبقة من الجلد ميتة تماما. انا حطيت عليه زيت اللوز الحلو وزيت جوز الهند زي ما انتم شايفين كده. بس على فكرة نوع زيت جوز الهند ده وحش لان هو بيبقى حرفيا حجر، عشان تنزليه لازم احطه في الميكرويف 30 ثانية. طيب بالنسبه لده انا زي ما قلت لكم انا هحطه في الصدر لكن مش هحطه في على شعري قبل الصدر. وحطيت كمان خلطه الزيوت، وزي ما انتم شايفين كده هبدأ دلوقتي ان انا اعمل شعري بيه. الاول هقلبه كويس جدا عشان كل الزيوت اللي حطيناها عليه تدمج. زي ما انتم شايفين كده قلبوا بضمير على قد ما تقدروا عشان تستفادوا من الزيوت لما تحطوها على الفرو، عشان هو لو استخدم غلط هيأذيكوا بدل ما يفيدكم. زي ما انتوا عارفين ان ده تقريبا اول فيديو ليا بعد الفيديو التعريفي، فعشان كده لو لقيتوا غلطات انا لسه ما اتعلمتش من غلطاتي، فقدام هتعلم من غلطاتي. وانا بقرا الكومنتس بتاعتكم كلها، فاي غلط او اي صوت في الخلفيه او كده قولولي في الكومنتس، وانا بعد كده مش هظهر الصوت ده يعني، او ايا يكن العيب اللي في الفيديو ما وردتكوش التفاصيل الا بتاعه الصدر. ما حبيتش ادخل معاكم في تفاصيل اكتر من كده. انا كنت مكسوفه اوريكم شعري كده، بس هو ده كان شكل شعري حرفيا. ندخل بقى على المشاط واللي فوائده كتير 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 من هنا لبكره. بتحطوا كميه على حسب تقل وكثافه شعركم. ان هو بيتحط على من بداية مش من الجذور بس، من بداية اول الشعر كده لحد اطرافه.
ده غير بقى ان هو مجموعة اصلا من الاعشاب الهندية والعربية والخارجية بخلطة نون توكسيروكسي السرية. وفوائده كتير بقى: تطهير فروة الراس من الميكروبات والفطريات والدهون والقشرة، بيعطر الشعر بريحة حرفيا جميلة بتدوم ل72 ساعة، لان هو اصلا بيحتوي على اعشاب عطرية. ده غير ان هو بيعالج التساقط وبيكثف الشعر وبيطوله وبيرطبه من الجذور للاطراف، بيعالج التقصف والهيشان وبيقوي الشعر من الجذور للاطراف، بيدي للشعر لمعة صحية وطبيعية فظيعة. بصوا يا جماعة، ده غلط مني في المونتاج. انا اتكلمت، والمفروض ان انا ما اتكلمش في المونتاج الا لما المهم يعني هو حوار كبير كده فهيظهر لكم ان انا بتكلم. انا اصلا ما بتكلمش، فانا بعمل فويس اوفر، فلو لقيتوا الكلام مش ظابط على البق هو ده كان غلط مني بس. لكن انا هنا كنت بقول ان اي حاجة ليها بديل. يعني ايه اي حاجة ليها بديل؟ يعني مثلا المشاط مش لازم تستخدموا مشاط، في بديل للمشاط. طب ايه البديل عندكم؟ الهير ماسك بتاعكم العادي، او ماسك بذور الكتان. ماسك بذور الكتان بتحطوه في النار لمدة 10 دقايق وبتاخدوا الجل بتاعه. السكراب اللي لسه موريهولكوا ده كنت جايباه من دبي، انتوا جيبوا سكراب من اي مكان عقوا تعملوه في البيت. والشامبوهات بتاعتكم العادية والمرطب وخلطة الزيوت دي مش للشعر بس، عشان كده استخدمتها. وده الهير ماسك انا مش هستخدمه، انا بقول لكم بس ان انتوا ممكن تستخدموه كده. دي الحاجات اللي هستخدمها في الشاور وبعد الشاور. جيدو انا بحبه قوي وبعمل كده بيه في راسي عشان ينضف الفرو. طيب يا كارمل، المقشر بتاع الجسم بيتعمل ازاي؟ بيتعمل بمعلقه نشا ومعلقه قهوه ومعلقه سكر واي زيت مرطب عندكم، برضو اختياري زي زيت اللوز الحلو او زيت جوز هند اختياري. الحاجات اللي انا قلتها لكم دي اللي هستخدمها في الشاور وبعد الشاور زي المرطب والغسول. بصوا بقى يا جماعه، هو المفروض ان الصدر والنشاط يتسابوا ساعتين. انا صراحه رحت اتفرجت على فيلم ونمت ونسيت ان انا حاطه حاجه اصلا، كتر ما هما حرفيا خفيفه على الشعر. هنا انا كنت بتكلم سيبكم مني، كنت بتكلم سيبكم من الكلام ده. المهم انا صحيت وعملت باقي الحاجات اللي اتفقنا عليها، رطبت ايدي. هنا انا بقول لكم ان البتاعه دي حرفيا تحفه، اللي هي بتبقى في اخر المبرد. طيب الفرش بقى، انا بحب الفرشه الخشب. دي الفرشه دي بتبقى بلاستيك كده، لا بلاش. عندكم الفرشه الخشب احسن حاجه، وبلاش اللي هو الحاجات الواسعه اللي انا وريتها لكم دي. انا عارفه ان هي بتبقى واسعه بس بتقطع الشعر. طبعا خلطه الزيوت دي للشعر وللجسم وللوش، فتحفه جدا. كنت جايباها من دبي، انتوا ممكن تلاقوها هنا في مصر ومش غاليه خالص، وممكن كمان تستخدموا بدلها زيوت. وللمرطب بتاع الوش انا هحط ميدي كيوب او شانجل. انتوا ممكن تحطوا عادي بانسينول او الحاجات اللي هي بتتجمع الصيدليه دي. مش لازم ان احنا نهتم بنفسنا او نتكتر على نفسنا، قصدي يعني ان احنا ممكن نهتم بنفسنا باقل التكاليف ومن البيت. ميدي كيوب ده كوري، انتوا ممكن تجيبوا بنسينول جل للبشره الدهنيه والمختلطه. هو بالنسبة للبشرة الجافة انتوا ممكن تستخدموا اللي هو بيبقى شان جل. وبالنسبة للجافة والعادية فممكن تستخدموا الشان كريم. ده سكراب للبق وفي نفس الوقت برضو مرطب للبق. فانا حطيته، انتوا مش لازم تحطوا ده، ممكن تحطوا الفازلين ده حلو قوي برضو. مش محتاجة اقول ان معظم الحاجات اللي انا وريتها لكم كورية، بس انتوا مش لازم تستخدموا الحاجات دي بالظبط. تمام جماعة، انا حرفيا عشان استنى شعري ينشف فتحت مسرحية كل مرة في مسرح مصر وقعدت اتفرج عليها وانا باكل فريسكا وشيبسي وكده، فقلت اشارككم. وبعدها على طول رحت قرأت ورد القرآن، وبعدها رحت ان انا اجيب تيب اوف ذا داي. ده هنزل لكم فيديو اوريكم هو عباره عن ايه. قعدت اكتب واشوف اليوم النهارده عامل ايه، ما تقلقوش هنزل لكم فيديو هو عباره عن ايه. وكمان الستيكرز دي اللي كنت طبعاها هبقى اوريكم اوضتي، انا ملزقه حاجات كتير فيها وفي النوت بوك. وعشان انا شعري طويل فكان كل ده لسه منشفش، فهبقى انزل لكم ريزلت. باي. Thank you for watching my lovely